إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا بناتي، ازيكم يا اخواتي، يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين. هنكمل معانا سلسلة فسيخ أو سردين العيد. احنا عملنا قبل كده البسارية وعملنا الفسيخ، والنهاردة هنعمل السردين. السردين ده بيقعد قد ايه؟ بيقعد من 10 أيام ل20 يوم، ممكن شهر بكتير قوي، على حسب كمية الملح اللي انت حطاها. لو عايزاه في 15 يوم الملح بتاعه يبقى ايه مظبوط، عايزاه يطول شويه كتري شويه ملح، بس مش لدرجه ان يبقى حادق. ده معانا زي ما انتم شايفينه كده صابح، ما فيهوش ميه زي ما انتم شايفين، يا دوبك بيلمع بس من السائل اللي بقى نازل منه. معانا هنا ملح نص كيس، ومعانا عليه معلقه شطه كبيره للي يحبه سبايسي، ومعانا هنا بطرمان مغسول ويكون ازاز، او لو عندك بلاستيك وصحي اعملي فيه، يكون بلاستيك وصحي ما يكونش اي حاجه، بس الافضل ازاز. اول حاجه هنجيب البطرون كده على جنب، وهنجيب معانا السردين بتاعنا، وهنجيب الشطه والملح ونرششه بالشكل ده كده، ما شاء الله اللهم بارك كده حبايبي، او نعمله بايدينا كده كده حبايبي. بصي، اما تبقي جايبه السمك او الفسيخ او السردينه في حاجه واسعه يبقى سهل انك تقلبيها. ما اقولكوش الشطه حامي قد ايه. الله اكبر كده تملح ما شاء الله اللهم بارك. بنجيب البطرون بتاعنا بيكون مغسول وناشف. هنا بقى السردين ليه طريقه هتمسكيه كده وتحطيه الراس بتاعته تحت والديل فوق كده، هننيم كده البطرمان ونشتغل. بسم الله. كده حطيناه يا جماعه، وشويه الملح اللي انتم شايفينهم دول هننزل بيهم برضو عليه مش هنسيب حاجه. بسم الله. ولا تشتري من بره ولا تقولي ايه اجيبه غالي او رخيص، سواء هو او الفسيخ او البسارية. اغسل ده وارجع لكم. كده حبايبي ورجعنا تاني، نقفل الغطا ويكون محكم معانا بالشكل ده. الغطا معانا محكم بالشكل ده. ولو ما عندكيش الازاز ده ممكن تجيبي اللي هو البلاستيك الصحي، وتحطي تحت الغطا حته قماشه ضعيفه يا دوبك تقفل تكتم الغطا مع البطرمان عشان ما تدخلوش هواء، لان لو دخل له ميه او هواء هيدخل له بكتيريا وديدان، فاحنا مش عايزين لا ده ولا ده. اعزكم الله، وربنا يا رب يحسن ختامه، يجعله عيد سعيد علينا وعلى كل المشاهدين. اشوف وشكم بخير، ما تنسوناش باللايك والسبسكرايب والتعليقات الجميله لبيت المنى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كل سنه وانتم طيبين.